في الندوة الصحفية اليوم قدمنا برنامجنا الشامل، برنامجنا التفاعلي، برنامجنا الذي فيه رؤية حزب الأمان وخبراؤه في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، التنموية، البيئية والأمنية والعسكرية والدينية وغيرها. أعتقد أنه هذا المشروع مشروع جدي لا يقوم على التجاذب الإيديولوجي، يقوم على منظومة عمل حقيقية، على أخلاقة العمل السياسي، على تشبيب العمل السياسي، على الكفاءات داخل المؤسسة السياسية، لأنه نتكلم دائما عن كفاءات وعن سياسيين. يعني حكومة كفاءات ليست حكومة سياسيين، لا، نحن نرى أنه يمكن أن تكون كفاءة وأن تكون سياسيا في نفس الوقت. هذا ضروري جدا. المستوى الموالي هو أنه لدينا غايات، من بينها إنقاذ تونس، من بينها صورة تونس الحضارة، الربط بين الماضي والمستقبل، لأنه تونس هي حضارة كبيرة جدا وعلينا أن ننقل هذه الحضارة إلى المستقبل وأن ننقلها نقلة نوعية تنقذها من التردي بمختلف المستويات. عندما تنظر في الحالة البيئية في جزيرة جربة أو في تونس العاصمة في شوارعنا ترى أن هذا التردي سببه الأساسي هو خطأ منظومي وخطأ في منظومة التفكير ومنظومة الاستراتيجية. هذا يجب تصحيحه وتصويبه فوريا. من جانب خبرتي كخبير استراتيجي في الشؤون الامنيه والعسكريه، طبعا قدمنا المشروع الاستراتيجي الامني والعسكري الذي يقوم على دعم المؤسسه الامنيه والعسكريه ودعم استقلاليتها، دعم منظومه الامن القومي ومنظومه الامن الشامل، وتوفير المناعه والنجاعه لرجل الامن وللجندي التونسي، لانه دون ان يكون لديه مناعه لا يمكن ان يكون لديه نجاعه. وشكرا.